ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل طريقة جبنة هتعجبكم قوي بكيلو لبن رايب او حليب، مش مشكلة. يلا تعالوا نشوف طريقته ومقاديره مع بعض. يلا بينا. معايا كيلو لبن اهوت، حطيت عليه معلقة ملح ومعلقة خل وثلاث معالق كبار نشا مليانين، وقلبتهم تقليب كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعد كده بحطهم على النار لحد ما المزيج بتاعي ده يربط، كأني بعمل مهلبية بالظبط. وما تخافيش على فكرة، مش هيبقى طعمه مهلبية، لا ده هيبقى طعمه جبنة، بدليل ان انا حطيت كان عندي جبنة مبشورة ميكس، حطيتها عشان تطعم معلقتين كبار كده. جيت هنا في قالب بلاستيك، اي حاجة عندك عبوة يعني تعبيها، دهنته زيت وفضيت فيه الخليط، وهشيله بقى في التلاجة ممكن ليلة كاملة، ممكن ساعتين كده في الفريزر، عشان بس اعرف انا هقلبه علشان اوريه لكم بالظبط، يعني بعد ما تجمد بقى شكله عامل ازاي. وديت طريقة جبنة هي في شكلها وفي قوامها زي جبنة التلاجة بالظبط، بس طعمها بجد خطير، وخصوصا لما تكوني مستخدمة لبن كامل الدسم، لبن جايباه من مصدر موثوق فيه، حد لبان كويس، بجد بيفرق في الطعم. احلى جبنة انا كلتها بجد، مش هتبطلي تعمليها في البيت وبمكونات بسيطة، وما فيهاش اي تكلفة ولا اي حاجة، وبالعكس حاجة نظيفة بناكلها وهتعجبكم قوي. وده توست انا عملته في البيت، لو حابين انزل لكم طريقته ان شاء الله مرة جاية في فيديو. اتمنى تجربوه ان شاء الله. الجبنة مع التوست مع عيش بلدي، اي حاجة هتعجبكم قوي. ويا ريت اللي يشوف الفيديو اشتراك في القناة وشير ولايك، واتمنى اشوفكم في لقاء جديد ان شاء الله. مع السلامة.